على جينا واحتجينا، على الحقرة اللي ما بغينا، وعلى جينا واحتجينا، على التهميش اللي ما بغينا، وعلى جينا واحتجينا، على الإقصاء اللي ما بغينا، وعلى جينا واحتجينا، على الحقوق اللي بغينا، وعلى جينا واحتجينا، وعلى الحقوق اللي بغينا، سواء اليوم سواء غدا. فدوا هذه الوقفه الاحتجاجيه في هذا المستشفى مولاي يوسف للامراض الصدريه وداء السول، نظرا لمجموعه من التجاوزات اللي تيقوم بها المدير المؤسسه، واكبر دليل على ذلك هو ان جميع الموظفين او معظم الموظفين غادروا هذه المؤسسه لمؤسسات اخرى. والغريب في الامر ان المديريه تتشوف هذا الشيء وما تتفاعلش مع الموضوع بالرغم من الاحتجاجات ديالنا المتكرره. هذا المدير قام بواحد الخطا جسيم، فرض الاداء على مرضى داء السول واستخلص اموال بدون موجب حق من مرضى داء السول لولا التدخل ديالنا القوي، حتى تم وتراجع عليها الوزير السابق وتم الغاء ذاك القرار. هذا يكفي بانه راه مدير فاشل ما تفهمش في الاداره، ما باغيش يتعلم. هذا مدير ما باغيش يتعلم الاداره، ما فاهمش بان الموارد البشريه هي الاساس وهي الركيزه ديال انجاح اي مخطط واي برنامج واي سياسه، وهو خارج التغطيه. لان الوزاره الان وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه خدامه في واحد المشروع كبير، واحد الثوره كبيره تتشهدها الوزاره، هو ان بين الدعامات ديالها هو تاهيل الموارد البشريه. ولكن هذا المدير ما فاهمش هذا الشيء، هو باقي خدام بداك الشيء، فرق تسود، ضرب هذا بهذا، انتقم من هذا ما ماشي في الصفيره نعطيه تقييم سلبي. وهذا الشيء حنا ما غنسكتوش عليه، وغنديروا برنامج نضالي تصاعدي وغنعنوا على اضرابات على ساعد مديريه المركز الاستشفائي قريبا، لان المديريه اللي تتحمل المسؤوليه بحال هذا النوع بحال هذه النماذج ما تخليهمش. ما يمكنش يجوا يسيروا مؤسسه ونعطوهم مرضى فقراء ديال السول وبقى يضرب في الموارد البشريه. وشكرا. السلام عليكم. مدام اوسكو فاطمه، كنشتغل بالمؤسسه بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدريه المتواجد بمدينه الساله وتابع للمركز الاستشفائي الجامعي بنو سينا. احنا اليوم غادي نديروا واحد الوقفه احتجاجيه بصدد النقاط ديال المنحه ديال المردوديه ديال راس السنه، واكتشفنا بان هذه المردوديه كانت جد هزيله بالنسبه للخدمات اللي كنقدموها حنايا لهذا المستشفى. لهذا كاين اننا كننتميو واحد المنظمه اللي هي المنظمه الديمقراطيه للشغل. الناس اللي تابعين ليها وكيشتغلوا بهذه المؤسسه هذه ديما كيكونوا تحت الضغوطات ديال المدير ديال الناس المسؤولين اللي في المستشفى. حنا كنتقصاو من جميع المسائل، وبغض النظر اننا حنا كنناضلوا على واحد الحاجه اللي هي حق ديالنا. حنا كنشتغلوا بهذا المستشفى، انا تقريبا 30 عام وانا كنشتغل بمستشفى مولاي يوسف التابع للامراض الصدريه بساله 30 سنه، وعطيت بزاف ديال الحوايج. ودابا حاليا كنشوفوا بان ما كاين تهميش في النقاط، كاين تهميش في الخدمات، كاين تهميش في بزاف د الحوايج. لهذا حنا كنطالبوا هذا المدير بانه يعاود يراجع نفسه ويعاود يشوف شنو كاين في هذه المؤسسه اللي ناقص بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا هنايا. والسلام عليكم. اليوم كنديروا هذه الوقفه لان المدير ديال هذه المؤسسه داير تجاوزات كثيره، وداير نقابه ديالو اللي هما صحابو خدامين معاه، والناس كلهم خايفين منه لان كيهددهم. حتى واحد ما قادر يهضر. انا الوحيد والزوجه ديالي اللي باقيين في لوديتي وتيحاربنا وما باغيش يستسلم. شنو المشاكل اللي كتلقاو مع هذا المدير؟ كيدور تيدير دي تورني على ناس محددين، كي باغي يورطهم. وهذا الاسلوب هذا اسلوب قديم جدا قديم. والتنقيط كيدير كيميز ما بين الناس ديالو، كيعطيهم مزيان. الناس اللي دايرين النقابه
تيماساكريهم وتيقصيهم. بالاضافه الى هذا كاين مشاكل اخرى، هو كاين تبذير كثير ديال الاموال هنايا في الاصلاح وداك الشيء، والسبيطار صغير ما فيش ناس، يعني ما فيش واحد لاكتيفيتي كبيره كما كانت في مولاي يوسف اللي كانت في العكاري.